آلام المفاصل دي أكتر شكوى بنسمعها خلال ال30 سنة اللي فاتوا خلال شغلنا. طيب هل لنا دور في علاج الألم ويقدر يساعد في هذه المشكلة؟ الحقيقة أيوه. هذا المريض بيبقى عنده آلام روماتيزمية متعددة، بيتشخص تشخيص سليم وبنحدد نوع المشكلة بالظبط وبيبدأ ياخد علاج دوائي زي تعديل أسلوب الحياة، الوزن، الأكل والشرب، استعمال المفاصل وهكذا. طب احنا في مجال علاج الألم بنعمل إيه؟ بنقدر نعمل حاجة مهمة جدا. في مفاصل بتبقى اكثر اجهادا واكثر الما والعيان بيشتكي منها بشكل كبير جدا، بنقدر نتعامل بالحقن الموضعي في هذه المفاصل وده بيحسن الالم بشكل كبير، وده بيحسن الاداء ومدى الحركه بتاعه المفاصل، وده بيحسن الكواليتي اوف لايف بتاع العيان بشكل كبير جدا. وده دور علاج الالم اللي نقدر نساعد فيه في آلام المفاصل كتير، سواء آلام المفاصل العمود الفقري، الركبتين، الكتفين، وأي مفاصل مختلفة. دايما علاج الألم يقدر يساعدنا، وعموما تمنياتنا بالصحة